بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أنا بداية يعني بشكر الزملاء اللي شجعوني على الحلقة اللي فاتت، والزملاء سواء شجعوني بالتعليق على الفيديو اللي نزل ده، كان أول فيديو أنزله، أو بإنهم قابلوني في المحكمة أو قابلوني في العمل وشجعوني وطلبوا مني الاستمرار. أنا هدفي إن أنا أعمل توعية قانونية عن طريق الحكاية. الفيديو ده أنا مخصصه لجمهور الناس، ماهوش للمتخصصين، ماهوش للمحامين فقط، للمحامين ولجمهور الناس، علشان نقدر إن احنا من خلال الحكايات والقضايا اللي تمت في المحاكم ونظرتها المحاكم نقدر إن احنا نأخذ العظة والعبرة، ونقدر نأخذ المحاذير ونحذر الناس، وتبقى دي قصة حقيقية حدثت، الناس تقدر ان هي تأخذ منها العظة والعبرة بعد كده. ودي التوعية القانونية عن طريق الحكاية. النهاردة حكايتنا غريبة وعجيبة، زي ما بنقول كده، غريبة وعجيبة، او زي ما بيقول فؤاد المهندس حاسس بمصيبة جايالي، مصيبة ما كانتش على بال. ده راجل مهندس عايش مستقر، حياته مستقرة، ولكن عنده بعض الإهمال اللي عندنا، يعني ممكن يبقى عندنا كلنا أو مجموعنا، يعني في موضوع البطاقة الشخصية. الراجل أهمل في بطاقته الشخصية. البطاقة الشخصية دي هي عنوان الإنسان، هي هوية الإنسان، هي اللي بتحمل طبيعة الإنسان وهويته، هي البطاقة الشخصية. فإهمالها بيؤدي إلى كوارث. النهاردة المهندس بتاعنا كان راكب مع صاحبه العربية بتاعته، فنسى البطاقة الشخصية في العربية بتاعت صاحبه، مهتمش بالبطاقة، مهتمش يدور عليها، الله أعلم راح طلع بطاقة تانية بدل فائد أو خلافه، ومهتمش إنه يدور على البطاقة ويشوفها فين، في إيد مين، راحت وقعت في إيد مين. فيأذن السميع العليم إن العربية تتسرق محتوياتها. الحرامي من ضمن المحتويات، الحرامي ياخد البطاقة الشخصية اللي في العربية يحطها في جيبه، يروح محافظة تانية عشان يمارس هوايته في السرقة، فيضبط وهو بيسرق عربية تانية في محافظة تانية خالص مختلفة. فيقوموا المباحث اخدينه على المباحث ومحررين له محضر شروع في سرقة، وهما بيفتشوه عشان يطلعوا بطاقته الشخصية، طلعوا البطاقة بتاعت صاحبنا دي المهندس اللي هو من محافظة تانية من جيبه، واعتقدوا ان دوت هو نفس الشخص. ما اهتموش، اهمال من امين الشرطة اللي بيحرر المحضر في وسط الزحمة. المهم ان هم خدوا البطاقة الشخصية وعملوا محضر شروع في سرقة. المحاضر دي بتبقى محاضر بسيطة، يعني مبقاش فيها تحقيقات نيابة، مبقاش فيها، فمحدش بيهتم بيها قوي، ما بيدققوش النظر فيها قوي. فحتى المتهم لما بيجي يتعرض على النيابة ما بتفرضش تحقيق في المحاضر ديت، هي يا دوبك المحضر الورقي بيخش النيابة، وكيل النيابة بيأشر على المحضر بدون ما يشوف المتهم. فالمحضر مشى باسم المهندس المحترم بتاعنا ان هو متهم بشروع في سرقة عربية في المكان الفلاني في المحافظة الفلانية، والناس ماسكينه، والناس هم اللي ماسكينه، ممسوك متلبس، وقدم للمحاكمة وحكم عليه ب6 أشهر حبس. 6 أشهر. قدم للمحاكمة برضو، المحكمة بتشوفش البطاقة أو ما بتاخدش بالها أوي، لأن محكمة جنح، وحكم على المتهم. يبقى مين اللي بينفذ الحرامي؟ باسم مين؟ باسم المهندس. الخطورة هنا لو ان القصة انتهت لنهايتها، يعني لو ان الراجل خلص العقوبة ومشى، كانت هتبقى صحيفة الأحوال الجنائية بتاعة المهندس دوت فيها ايه؟ فيها سرقة وشروع في سرقة وقضى الحكم وبقى نهائي. شوفوا الخطورة، يعني هيطلع في الفيش. ولكن ربنا يشاء ان بعد 4 أشهر من قيام هذا المتهم الحرامي بتنفيذ الحكم عليه، حبوا ينقلوه من سجن إلى سجن. فهم بينقلوه من سجن إلى سجن، خدوا الفيش والتشبيه بتاعه وعرضوه على الكمبيوتر. فالكمبيوتر قال لا يا جماعة، الفيش ده بتاع فلان الفلاني اللي هو المتهم الحقيقي بقى، اللي هو بينفذ. المباحث جرت
وتحقق في الموضوع وينظروا، لقوا فعلا ان اكتشفوا الخطأ اللي هم وقعوا فيه. الخطأ اللي هم جابوا بطاقة وما تحروش عن البطاقة كويس، وعملوا المحضر باسم شخصية أخرى. فبدل ما يشربوا هم الليلة، شربوها للإيه؟ للمتهم. قاموا عاملين له انتحال صفة شخص وتزوير في محضر رسمي. المحضر الرسمي ده هو محضر السرقة، الشروع في سرقة، اللي هو اتخذ أقواله فيه على إنه هو المهندس. القضية راحت النيابة، هو بشكل أو بآخر اعترف، المتهم اعترف في النيابة وقال أيوه بس أصل أنا كنت خايف، أنا عارف الاسم الحقيقي وأنا كنت خايف وعارف إن البطاقة مش بتاعتي وكلام زي كده. فتعرضت القضية على محكمة الجنايات. محكمة الجنايات الزميل بذل مجهود كبير وقال المتهم ما كانش يعرف وكان خايف ولكن المحكمة حكمت عليه بالسجن 3 سنوات للتزوير. هنا المشكلة في المهندس هو قاعد في المحافظة بتاعته، وأثناء التحقيق في الجناية لقى جايله إشعار إن هو يجي قدام النيابة. بعت وكيل عنه، الوكيل جه في ايه الموضوع يا جماعه؟ ده البطاقه اكتشفوا القصه، فبداوا ان هم يتخذوا اجراءات ان هم يشيلوا هذا الحكم بموجب حكم الجنايه، وهيشيلوا الحكم. ولكن المشكله هنا لو هو ما كانش عارف، لو الموضوع مشى وما تمش اكتشافه، كانت هتبقى مشكله كبيره جدا للباشمهندس، هيلاقي نفسه متهم بسرقه. فالبطاقه، نخرج من هذه الحلقه ان البطاقه مهمه جدا. شوف الإهمال في البطاقة أدى إلى إيه. فلازم الإنسان يهتم ببطاقته، والبطاقة دي مستند رسمي ومستند خطير، ووقوعه في أي مكان بيرتب آثار خطيرة. أنا قلت الحكاية دي أثر من الآثار اللي بيرتبها فقدان البطاقة الشخصية. ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.